تركت بعض المواقف التي يعني كنت عليها بسبب بعض أحكام الشيخ ربيع المدخلي، بسبب بعض فتاوى الشيخ ربيع. فبناء على تزكية العلماء له قديما، تزكية الإمام الألباني والإمام بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، بناء على هذه التزكيات حقيقة كنت أثق به ثقة زائدة عن اللزوم، وكنت أقبل من حيث لا أشعر، أقبل أحكامه على الأشخاص وعلى الجماعات. وبعد التثبت والتبين ظهر لي أمران. الأمر الأول أن أولئك الأئمة الذين زكوه أيضا لهم ولغيرهم من علمائنا المعاصرين أقوال مخالفة للتزكية، لهم يعني تحذير من شدة الشيخ ربيع ومن يعني بعض أحكامه وإطلاقاته. الشيخ الألباني بعدما زكاه قال في كل كتبه شدة، والشيخ بكر أبو زيد نصحه وراسله وحذره من هذا المسلك، وكذلك غيره من المشايخ، الشيخ الحيدان والشيخ العباد وغيرهم بارك الله فيك، لهم كلام في نصح الشيخ ربيع أو في التحذير من شدته. هذا الأمر الأول الذي ظهر لي. أما الأمر الآخر الذي ظهر لي أن أحكام الشيخ ربيع على الجماعات وعلى الرجال بحاجة إلى تثبت، لا تؤخذ هكذا من باب خبر الثقة أو من باب حسن الظن به، هذا خطأ، لا بد من التثبت والتبين لأمرين. الأمر الأول الشيخ يبني أحكامه على أخبار في نظره ثقات، ولكن في الواقع كذابون نمامون وجهلة يقلبون المناقب إلى مثالب ومحاسن إلى معايب، ويجعلون من الكبة قبة ويضخمون الزلات ويسيئون الظن ويفسرون كلام من لا يريدونه على أسوأ تفسير أسوأ محمل. إذن قلت لأمرين لا بد من التثبت في أخباره. أولا نقلته جلهم إلا من رحم الله ليسوا ثقات، وإن كانوا ثقات عنده لكن في الواقع ليسوا ثقات، وظهر لنا هذا بدليل. نعم. الأمر الثاني أن الشيخ ربيع يتسرع في إصدار الأحكام، وما ينقل عنه واشتهر به أنه يتريث ويصبر عن المقابل سنوات. نعم يصبر لا يبدعه، لكن ثم يبدع بالتالي، وتبديعه أيضا فيه تسرع. لماذا؟ لأنه اعتمد على نقل غير ثقات، وكذلك يعني حكم حكما كبيرا خطيرا لم ينصف فيه المحكوم عليه بحق. شيخ واقعة الشيخ محمد بن هادي نعم معروفة، قبل كان يثني عليه بثناء عطر، ثم انقلب عليه فقال ماذا؟ يحاد الله ورسوله. وكل من تكلم فيهم الشيخ ربيع أو أغلبهم والله أعلم في البداية كان يثني عليهم ثناء مبالغا فيه، ثم يطعن فيهم طعنا ويجرحهم تجريحا يعني أيضا مبالغ فيه. فلذا بارك الله فيك هذا الشيء يعني كنت أقبل أحكام الشيخ ربيع في الرجال وفي الجماعات، فصرت لا أقبلها بدون أدلة وبرهان، بدون تثبت وبيان. طيب هل هذا يعد تركا للسلفية؟ وهل ترك بعض فتاوى عالم من علماء المسلمين يعد تركا لمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم في حالة واحدة، إن نزلوا
شيخهم ربيع منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينئذ نقول نعم، كل من ترك أقوال الشيخ ربيع كأنه ترك أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل من ترك مسلكه في التبديع والهجر كأنه ترك مسلك السلف الصالح والرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ. إذن يعني خلاصة ما تفضلتم به أنكم تركتم هذه الثقة الزائدة التي كنتم تثقون بها، وكذلك تركتم هذه الضوابط في الإلحاقات والإلزامات التي تبنى على أخبار أناس ليسوا بثقات. أما المنهج السلفي فمن ألفه إلى يائه، من أوله إلى آخره، هذا ما أدين الله به. والمنهج السلفي الذي كان عليه السلف الصالح، والذي بينه لنا أئمتنا الكبار الراسخون في العلم، أمثال ابن باز والألباني وابن عثيمين والحيدان والفوزان والعباد وهؤلاء. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خير. جزاكم.